في 2025 استراتيجيات الإعلانات اتغيرت تماما، ما بقتش زي زمان، وده بسبب وجود الذكاء الاصطناعي وتطور التكنولوجي الكبير. عشان كده كان مهم جدا إن أنت تكون عارف استراتيجيات الإعلانات ل 2025 اللي تتماشى مع التقدم الكبير ده. في الفيديو ده هقول لك إيه هي استراتيجيات الإعلانات القوية جدا اللي أنت لازم تستخدمها في 2025 عشان تحقق نتائج كبيرة جدا من المبيعات أو من الإعلانات بتاعتك. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش لو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، لو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو. يلا بينا نبدا. اول استراتيجيه هي استراتيجيه التسويق عبر الفيديو. وهنا في 2025 استخدام التسويق من خلال الفيديوهات او استخدام الاعلانات من خلال الفيديوهات هو نقطه فارقه في الاعلانات بتاعتك. وده لان الفيديوهات هي دايما بتبقى اقوى من الصور وبتاثر في العميل اكتر. ودايما اتجاهات الناس في فترة 2025 أو في سنة 2025 اتغيرت تماما، بتنجذب أكتر للفيديوهات القصيرة، تنجذب أكتر للفيديوهات لأن الفيديوهات هي بتعبر عن القصة وعن الرسالة بوضوح. هنلاقي ده باين أكتر في اليوتيوب، هنلاقي إن اليوتيوب هو أكتر مشاهدة، فبالتالي إن سلوك الناس في الجزء ده قوي جدا جدا. حتى على جوجل الناس دايما لما بتيجي تبحث عن حاجة بتتجه لجزء الفيديوهات عشان تفهم أكتر عن الحاجة دي، فبتبحث بالفيديوهات. ومن هنا نلاقي إن قوة الفيديو 2025 هي قوة غير عادية، لازم تستغلها. طب استغلها ازاي وايه اشكال الفيديوهات اللي مفروض ان هي تتعمل؟ هنلاقي ان اشكال الفيديوهات اللي انت ممكن تستخدمها في الاعلانات بتاعتك زي الفيديوهات اللي بتعبر عن قصة، ودي من اقوى انواع الفيديوهات. ان انت في الفيديو نفسه بتتكلم عن قصة البراند بتاعك، القصة بتاعتك انت اللي انت عملتها، او القصة وراء البراند، القصة اللي انت يعني بتاعتك انت عشان تنشئ المنتج او الخدمة او البيزنس ده. فوجود قصه عن طريق الفيديو، ان انت تشرح قصه البراند بتاعك عن طريق الفيديو، دي قويه جدا جدا. في 2025 هيكون لها تاثير كبير جدا. تاني حاجه الفيديو اللي بيعبر عن محتوى تعليمي، وهو انك بتعلم الفئه بتاعتك حاجه عن المنتج بتاعك، بتدي لهم قيمه تعليميه عن المنتج بتاعك. زي مثلا ازاي ان المنتج ده بيستخدم مثلا في اي حاجه بقى، بتبدا ان انت تشوف ازاي المنتج بتاعي بيحل مشكله معينه. ازاي المنتج ده، تعال اقول لك 3 اسرار عن مثلا استخدامك للتسويق الالكتروني. فهنا بتبدا تعلم العميل بتاعك حاجه وتديله قيمه عن طريق الفيديو. دي بتبقى قويه جدا جدا، ودي بتساعد على الانتشار وبتساعد ان الناس تعمل شير ومشاركه للفيديوهات، ودي قويه جدا جدا. ثالث حاجه هي فيديوهات مراجعه العملاء، اللي هي الفيديوهات اللي العميل بتاعك بيبدا ان هو يقول رايه في المنتج او الخدمه بتاعتك. ودي قويه جدا لانها بتدي ثقه للعميل اللي بيجي يشتري منك اول مره، لما بيلاقي ان في عملاء بيشكروا في المنتج او الخدمه بتاعتك وبيتكلموا عن تجربتهم مع المنتج بتاعك، ده بيساعدهم على الشراء، وده بيخليهم يديهم ثقه اكتر ان هم يشتروا. رابع شكل من اشكال الفيديوهات هي انك بتعلم او بتبدا ان انت تشرح المنتج بتاعك او الخدمه بتاعتك. وهنا ان انت بتبدا تتكلم عن مميزات المنتج بتاعك، وازاي بتبرز القيمه. هنا الجزء ده انك تبرز القيمه بتاعت المنتج بتاعك، وتبدا تقول ازاي المنتج بتاعك بيحل مشكله معينه. فهنا بتبدا تشرح المنتج بتاعك، بتبدا ان انت توريهم طريقه استخدام المنتج بتاعك، مميزات المنتج بتاعك، ايه هي الفايده بتاعت المنتج بتاعك وازاي يستخدموه. دي برضو شكل من اشكال الفيديوهات القويه جدا انت مهم تستخدمها في 2025. ازاي بقى بننفذ الفيديوهات دي؟ هقول لكم على بعض النصايح كده اللي انتوا لازم تمشوا عليها عشان تعملوا فيديوهات قويه جدا وتاثر في العميل بتاعكم في 2025. اول حاجه ان بنحاول ان لازم او بقدر الامكان ان الفيديوهات تبقى قصيره شويه، من 15 ثانيه هنقول لحد 30 ثانيه، يعني هنقول من 15 ل 30 ثانيه، او ماكسيمم يبقى دقيقه مثلا. فبنحاول ان احنا بقدر الامكان ان الفيديو يكون صغير. دي حاجه. تاني حاجه ان لازم يبقى فيه هوك او مصيده كده في بدايه الفيديو بتاعي، وهو اول 5 ثواني لازم في الفيديو يكونوا
بيخطفوا العميل بتاعك كده عشان يبدا ان هو يكمل الفيديو للاخر. فلازم تقول تتكلم في حاجه في اول الفيديو تشد العميل بتاعك، تخليه ان هو يعرف يكمل ويتفرج على بقيه الفيديو. تالت حاجه بقى بنحاول ان لازم بقدر الامكان الفيديو يبقى فيرتيكال، او اللي هو يكون معمول بشكل طولي، بشكل طولي كده. الشكل الطولي ده بيساعد ان هو العميل لما يبص على الفيديو من الموبايل يعرف يتفرج عليه من الموبايل، لان معظم المستخدمين دلوقتي بقوا بيتفرجوا على الفيديوهات او بيتفرجوا او يخش على اي منصه من الموبايل. فمهم قوي الفيديو يكون بيدعم فكره المشاهده عن طريق الموبايل، فلازم يتعمل بطريقه شكل فيرتيكال او بشكل طولي كده. ده بيخلي العميل ان هو يتفرج على الفيديو بكل سهوله على اي منصه، وبيساعد ان هو المنصه نفسها بتدعم الجزء ده. ثالث حاجه بقى هو انك لازم تبقى حاول بقدر الامكان تستخدم التولز او الادوات زي كانفا، بتحاول انت تعمل عن طريقها فيديو صغير، الفيديو حلو، شكله حلو، جودته حلوه، لان مهم قوي جوده الفيديو مهم جدا جدا. بقدر الامكان نحاول ان الاطار نفسه بتاع الفيديو يكون متصور في مكان كويس. مش لازم يبقى الفيديو يبقى احسن حاجه، بس الشكل الكادر بتاع الفيديو نفسه معمول في مكان متصور في مكان كويس جدا، الجوده جوده كويسه جدا. ده مخلي العميل لما بيبص على الفيديو يحس ان الفيديو فيديو محترم، مش اي فيديو كده وخلاص. رابع نقطه بقى هو انك بتحاول في الفيديو في اخر الفيديو تحاول ان انت تبيع للعميل بتاعك، تحاول توجه العميل، تقول كول تو اكشن، دعوه الى الشراء. في اخر الفيديو حاول انت تقول له بعد ما بتقول له بقى القيمه اللي انت هتديها له في الفيديو، او القيمه اللي هو محتاجها، او الحل اللي هو بيدور عليه بتقوله له في الفيديو، تقول له المشكله اللي هو بيعاني منها والحل بتاعه في الفيديو، والحل ده هو في المنتج او الخدمه بتاعتك. بتوجهه بقى في اخر الفيديو للكول تو اكشن بقى، ازاي بقى ان هو يشتري. سجل دلوقتي، ابعت لنا مسج، خش دلوقتي على الويب سايت، اعمل شوب ناو، اشتري من الويب سايت. ففي الاخر لازم تقول في اخر الفيديو الايه الكول تو اكشن. دول النصايح اللي مهمه جدا تحاول تمشي عليها، هتحسن معاك المبيعات وهتخليك في نتائج كبيره في الفيديو بتاعك. ومهم جدا اقول لك، او مهم جدا اكد عليك، الفيديو او استخدامك للفيديو في 2025 هو مهم جدا. كل ما انت هتبقى بارع في ان انت تستخدم الفيديوهات، كل ما ده هيخليك تسبق المنافسين بتوعك وتحقق نتائج كبيره، لان سلوك المستهلك اتغيرت تماما، بقى يميل بنسبه كبيره جدا لمشاهده الفيديوهات. فدي فرصه اوعى تفوتها واستغلها عشان تحقق نتائج كبيره في 2025. ثالث استراتيجيه بقى هي استراتيجيه التفاعل مع العملاء، وهنا انك لازم تعمل اعلانات فيها تفاعل اكتر. في 2025 فكره التفاعل هنا هتزيد بطريقه غير عاديه، لان كان او سلوك المستهلك اتغير تماما. دلوقتي العميل بقى عايز البراند او المكان اللي هو يتفاعل معاه اكتر، يتشارك معاه اكتر، عايز ان انت تشاركه اكتر في المعلومات، تشاركه اكتر في البراند. يعني على سبيل المثال في براندات كتير قوي بتبدا ان هي تشاركه باستمرار، ان هي تبدا تقول لك ايه هي اكتر الالوان اللي انت حبيتها في البراند بتاعنا، طب ايه اكتر، ايه الشكل المنتج اللي انت تحب يبقى شكله عامل ازاي، ايه هي اكتر حاجه حابب ميزه ان احنا نضيفها للمنتجات بتاعتنا. يبدا ان هو يشارك العميل في فتره 2025 ميوله زادت قوي او زادت اكتر في حته ان هو يتفاعل مع البراند، عايز يحس ان هو جزء من البراند. وجود الاعلانات التفاعليه دي بتخليك تبني ثقه ما بينك وبين العميل، وتخلي العميل يحس ان هو جزء من البراند بتاعك وجزء من الشركه بتاعتك، فيبقى ليك عنده الاولويه ان هو يتفاعل معك اكتر، ولما يبقى عايز يشتري بيفكر فيك انت. وهنا الاعلانات التفاعليه بيبقى ليها اشكال كتير جدا، يعني زي شكل من اشكالها ان انت يبقى في بتعمل مثلا مسابقات، بتعمل تحديات، بتبدا ان انت تعمل في تفاعلات ما بينك وما بينه، تعمل مثلا ايفنتس، احداث، تبدا ان انت تخش مثلا وتطلع لايف مثلا وتسمعهم، وتبدا تشوف ايه هي الحاجات اللي هي بتدور في دماغهم، ويتمنوا البراند يبقى شكله عامل ازاي، وتعرف هم ليه اصلا بيحبوا البراند، وتبدا تنمي في الجزء ده، تديهم اسئله تفاعليه وتبدا تسمعهم اكتر، وتبدا تشوف يعني ايه هي الحاجه اللي هم بيحبوها، ونبدا ان احنا نضيفها للبراند بتاعنا اكتر. فدي كده اشكال من اشكال التفاعل. كل ما انت تعرف تتفاعل اكتر مع العميل بتاعك، وتعرف
تخليه يحس ان هو جزء من البراند بتاعك، ده هيخليه ان هو يثق فيك. وهنا بقى نيجي للمرحله المهمه جدا، وهي ان انا مش بتفاعل بس، انا لازم برضو في نهايه او دايما يبقى في استراتيجيه في نفس الجزء ده، ان انا بعد ما بعمل التفاعل وببني تفاعل كبير مع العميل بتاعي او مع الفئه اللي انا بستهدفها، لازم ابدا ان انا ابيع لهم. لان برضو ما ينفعش اعتمد على التفاعل بس، لا انا لازم بتفاعل بعد كده ابدا ان انا ابيع للفئه بتاعتي. وده بيحصل ممكن جدا ان انا في بوست واحد، ان انا بعد ما اتفاعل معاهم واسالهم بقى اسئله تفاعليه ويتفاعلوا معاك اكتر ويزيدوا في التفاعل، ابدا ان انا اعرض عليهم واقول لهم لو انت حابب ان انت تشتري بقى الجزء ده، او حابب ان انت تستغل وتحل المشكله اللي عندك دي، احنا بنقدم لك 1 2 3. بس ده بيجي بعد مرحله التفاعل. ففي 2025 لازم تتفاعل مع الجمهور بتاعك اكتر، احتك بيه اكتر، تفاعل معاه اكتر. بعد كده لازم تروح لمرحله البيع، لان انت لو ما بعتلوش بعد التفاعل هيجي منافس تاني وهيبيع له على طول. بالاخص لان في الاعلانات في 2025 بقى في توجيه كبير جدا للاعلانات. لو العميل دخل شاف البوست بتاعك ان في تفاعل وعجبه جدا، بس انت ما بعتلوش في البوست ده، هيشوف اعلانات تانية ويبدا بقى الاعلانات التانية تبيع له على طول. فانت كده اكنك انت بتجهز العميل للمبيعات وتهيئه للمبيعات وتدي له ثقه، وحد او منافس تاني جه خده منك. عشان كده نصيحتي هي تفاعل مع العميل، البوست يبقى فيه تفاعل جميل، خليه يتفاعل ويتشارك معك في الاراء ويفكر ويدي له اسئله كده، خليها فيها غموض، يفكر ويسالك وتجاوب ويبقى في تفاعل. بعد كده تبدا بقى ان انت تبيع له، تستغل ده تبدا تبيع له. ممكن تعمل اعاده ري انجاجمنت او اعاده استهداف او اعاده تفاعل، ان انت تعمل لهم اعاده تفاعل، اعلانات اعاده تفاعل او اعاده استهداف، وتبدا ان انت تبيع لهم. ففي الوقت ده انت كده بنيت استراتيجيه قويه جدا، تفاعلت وتماشيت مع تفاعل او سلوك العميل، وفي نفس الوقت بعت للعميل بتاعك. الاستراتيجيه الثالثه بقى هي استخدامك للذكاء الاصطناعي في الاعلانات. طيب ده بيحصل ازاي؟ ده بيحصل بكذا طريقه. اول حاجه هو انك زي ما قلنا قبل كده انك لازم تستخدم التولز زي الشات جي بي تي، زي الجيميناي. تبدا ان انت تحلل اداء الاعلانات بتاعتك، وتبدا تحلل المنافس العميل بتاعك، وتحلل طبيعته وتحلل احتياجاته، عشان تبدا ان انت تفهم احتياجاته كويس جدا. ادوات الذكاء الاصطناعي تبدا تفيدك وتديك معلومات ممكن تكون انت مش واخد بالك منها، وهي بقى تبدا بناء عليها تبدا تاخد قراراتك بقى في الاعلانات. تبدا تشوف مين اكتر فئه تقدر تستهدفها بناء على التحليلات الذكاء الاصطناعي دي. فدي اول خطوه انت لازم تعملها، تبدا تشوف تجمع الداتا او البيانات اللي انت من العملاء اللي اشتروا منك قبل كده، وتبدا تديها للذكاء الاصطناعي للشات جي بي تي، ويبدا بقى ان هو مثلا يبدا يقول لك خصائص. تبدا تساله طب من الفئه دي كده ايه اكتر حاجه هم بيحبوها، ايه اكتر احتياج هم محتاجينه، هم اشتروا ليه، ده ايه اكتر فئه دي كده تصنف من انهي فئات. فيبدا يديك معلومات وداتا تبدا تبني عليها الاستراتيجيات الاعلانات اللي جايه، او الخطوه اللي جايه اللي بعديها. بعد كده بتبدا بقى تخش بقى على على تعمل اعلانات بقى بشكل فعلي بقى على المنصه نفسها، الفيسبوك مثلا او انستجرام. فهنلاقي ان الفيسبوك او انستجرام او اي منصه دلوقتي هي بتدعم فكره الذكاء الاصطناعي، زي اعلانات مثلا اللي هي الدايناميك. الاعلانات الديناميكيه دي هي مهمه جدا، دي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، زي الكاتالوج سيلز مثلا، اعلانات الكتالوج، واعلانات تانية كتير بتعتمد على الذكاء الاصطناعي. الاستهداف اللي بيتبني على الذكاء الاصطناعي، الادفانتج بلس اودينس، ده ميزه موجوده في الفيسبوك. كل الاعلانات دي مهمه جدا، مهم قوي ان انا استخدمها، لانها بتستخدم، او الادوات دي مهم ان انا استخدمها لانها بتستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي. ولكن خليني اقول لك عشان تستخدمها كده اديك نصيحه صغيره قوي. الادوات دي مهمه قوي تستخدمها، بس قبل ما تستخدمها مهم تبدا تعمل اعلانات، تستخدم الاعلانات اللي هي بتستهدف بيها او بتحط فيها الكيوردز او الكلمات الاهتمامات اللي بتستهدف بيها العميل بتاعك. يعني مثلا لو انا بستهدف فئه مهتمه بالتسويق الالكتروني، فبحط كلمه تسويق الكتروني او ديجيتال ماركتنج. ففي الاول لو انت لسه يعني بتعمل اعلانات، لسه مش عارف الجمهور المستهدف بتاعك، ابدا اعلانات بالكلمات اللي هي او بالكلمات الاستهدافيه او بالاهتمامات بتاعتك. اعتمد على الاعلانات اللي بتعتمد على الاهتمامات في الاول فتره صغيره. بعد كده ابدا بقى اعمل اعلانات
بالمميزات او بالتولز او الادوات اللي الفيسبوك بيستخدمها او اي منصه بتستخدمها، بتستخدم الاستهداف عن طريق الاي اي. ده مهم قوي ان تستخدمها بعد كده. طب ليه بنقول ده بعد فتره؟ بنقول بعد فتره صغيره لان خلاص انت عشان تستخدم الادوات الذكاء الاصطناعي دي بتعتمد على ان الحساب الاعلاني بتاعك يكون فيه بيانات وداتا ومعلومات. هو بيخش يبص على البيانات دي، بيفهم طبيعه العميل اللي انت بتستهدفه. بعديها على طول بقى الذكاء الاصطناعي هنا بيشتغل بقى، قوته هنا بتبان. بيبدا بقى يحسن الاعلانات عن طريق ان هو خلاص فهم طبيعه العملاء اللي موجودين على الحساب الاعلاني والاعلانات الكتير اللي انت كنت بتعملها. فخلاص فهمها، فبيبدا يحسن الاعلانات، يجي يوصلك لنفس العميل ده، ويجيب لك عملاء عندهم نفس الخصائص وعملاء عندهم خصائص افضل كمان في الشراء. فبالتالي ده هيزود المبيعات ويحسن المبيعات ويقلل التكاليف. ولكن زي ما قلت، ده عشان تشوف الاستفاده القويه لازم تعمل اعلانات مبنيه على اهتمامات العملاء الاول. بعد كده بعد فتره صغيره ابدا استخدم الذكاء الاصطناعي، لانه مهم جدا في 2025 انت تستخدم الادوات دي. هتحقق معاك نتائج كبيره جدا جدا جدا، وهتستغنى عن الجزء بتاع الاهتمامات ده خلاص بقى. وهتلاقي بقى الذكاء الاصطناعي بيجيب لك عملاء حتى ممكن تكون انت ما كنتش عارف ان هم دول ممكن يستخدموا المنتج او الخدمه بتاعتك، وبيجيبهم لك بتكاليف اقل. الاستراتيجيه الرابعه بقى هنا هي التسويق عبر الانشاء المستخدمون نفسهم، الناس اللي بيستخدموا المنتج او الخدمه بتاعتك. وهنا بقى ما يسمى بحاجه اسمها اليو جي سي. اليو جي سي ده هو ان العميل بتاعك يطلع يعمل ريفيو عليك، يتكلم عن العلامه التجاريه بتاعتك في فيديو بقى، او يعني ينزل ديزاين ويكتب تحتيه او ايا كان. فهنا العميل بيقول اراء، بتبقى حاجه اسمها اراء عملاء او تستيمونيوم، بتتكلم عن تقييمات العملاء بتوعك. العميل بتاعك بيطلع يتكلم على البراند بتاعك، ويتكلم ازاي هي الكيس ستادي او الحاله او التجربه اللي هو مر بيها مع المنتج او الخدمه بتاعتك. فدي بتدي ثقه وتدي قوه غير عاديه. في 2025 مهم جدا تركز على الجزء ده. مهم جدا يكون عندك استراتيجي في الاعلانات، ان انت تفكر ازاي تستخدم الجزء ده. تبدا ان انت ممكن تدي حاجه فور فري من المنتج او الخدمه بتاعتك، قصاد ان تخلي العميل يعمل لك فيديو عن تجربته. تبدا تاخد الفيديو ده تبدا تعمل بيه اعلانات، بيدي قوه غير عاديه لانه ليه نتائج كبيره جدا. ليه بقى الجزء ده او جزء اليو جي سي ده مهم قوي، او جزء ان التسويق عبر المنشئين المستخدمين نفسهم مهم قوي واستراتيجيه قويه جدا في الاعلانات؟ لانها بتدي ثقه. اول حاجه طبعا لازم بتدي ثقه للعميل بتاعك، لان العميل لما بيشوف عميل زيه استخدم المنتج ده وبيشكر فيه وبيتكلم ازاي ان المنتج ده كان نقطه تحول في حياته واديته القيمه الحقيقيه، ده بيديله ثقه في البراند ده وبيخليه ان هو عايز يجرب البراند ده. فدي اول حاجه، وحاجه مهمه جدا هي بناء الثقه ما بينك وما بين العميل المستهدف. تاني حاجه بقى هو جذب العملاء الاخرين. وهنا لما عميل جديد بيشوف عميل قديم استعمل المنتج او الخدمه دي، بيبدا ان هو ينجذب اليها. هو دايما بيفكر في التسويق ان عميل زي بدل بيشكر في نفس المنتج ده او في المنتج او الخدمه دي، يبقى هو المنتج او الخدمه دي حلت له مشكله. فبالتالي ده بيجذب عملاء كتير جدا. وهنا نقطه مهمه قوي، ان في 2025 مهم قوي ان انت تجذب اكبر عدد من العملاء ليك. فاول خطوه عشان تجذب اكبر عدد من العملاء، بعد كده تبدا بقى توديهم بقى في مراحل بعد كده عشان يشتروا. اول خطوه بتحقق لك الجزء ده هو ان تخلي او انت تعمل فيديوهات اليو جي سي او فيديوهات المنشئين المستخدمين. الناس تبدا تشكر في المنتج او الخدمه بتاعتك، تتكلم عن تجربتها الشخصيه عن المنتج او الخدمه بتاعتك. ثالث نقطه مهمه جدا باستخدامك الاستراتيجيه دي هي تحفيز التفاعل. وهنا لما المستهلك يشوف مستهلك تاني او العميل يشوف عميل تاني بيشكر في المنتج او خدمه معينه، ده بيخليه عنده رغبه ان هو يتفاعل مع البراند ده ويخش بقى في اول مرحله. انت محتاج ان العميل يتفاعل معاك اول مره، تبدا انت بقى تاخده بقى في مراحل بعد كده. فيبدا بقى ان هو يتفاعل معاك، ويبدا ان هو يكون بيديله بقى انطباع كويس جدا، ان هو احساس كده بخطوه اولانيه ان انتوا الحل اللي هو بيدور عليه، لان عميل زيه شكر في المنتج بتاعك وقال التجربه بتاعته وقال ازاي المنتج او الخدمه بتاعتك غيرت حياته. فبالتالي هو بيتاثر ويحس ان هو عايز يمر بنفس التجربه اللي هو مر بيها، فده بيزود التفاعل.
رابع أهمية بقى في استخدامك للاستراتيجية دي هي تحقيقك لتكلفة أقل. هنا النوع ده من الإعلانات ده بيحقق لك تكلفة أقل لأنها سريعة الانتشار جدا، بيخلي العملاء يتفاعلوا معاك أكتر ويبعتوا لك على طول رسائل أو كومنتس أو يخشوا على طول يستفسروا بقى عن المنتج أو الخدمة دي. فده بيخلي الألجوريزم تكافئك وتبدأ إن هي تودي الإعلان للناس. اولا بتفهم بقى الناس دي كويس جدا طبيعتهم، وتودي الاعلان للناس نفس الناس اللي تفاعلت مع الاعلان، وتكافئك وتودي الاعلان للناس اكتر، ريتش اكتر، يعني توصل الاعلان لاكبر عدد من الوصول. فبالتالي ده هيقلل لك التكاليف بتاعت الاعلان ويحقق لك نتائج كبيره جدا من الاعلانات بتاعتك. عشان كده لازم تستخدمه في الاعلانات هتحقق لك تكلفه اقل. في النهاية مهم جدا أقول لك إن استراتيجيات الإعلانات في 2025 كتير جدا وتطورت جدا جدا. هتكلم إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير عن استراتيجيات كتير قوي، بس مهم قوي تفهم الاستراتيجيات اللي أنا قلتها وتبدأ إن أنت تستخدمها وتطبقها، لأن في 2025 الحياة سريعة جدا ويبدأ بقى المنافسة تبان. فأنت لو ما طبقتش الكلام ده غيرك هيطبق ويسبقك. لازم تستغل كل نقطة. وان شاء الله فيديوهات تانية كتير هبدأ اتكلم عن استراتيجيات كتير جدا جدا الفترة الجاية ان شاء الله عشان تحققوا نتائج كبيرة جدا للاعلانات بتاعتكم. في نهاية الفيديو خليني افكركم لو في اي مواضيع حابين اتكلم فيها في 2025 اكتبوها لي في الكومنتات تحت وانا هبدأ ان انا اشوفها واحضر لها. بس لو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، وتتفرج على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو. اشوفكم على الف خير في الفيديو الجاي والى اللقاء.